نفسي في الكوباية دي. هجرب اعمل كل اللي قالوه عن قانون الجذب علشان اجيبها لحد عندي. هحط كل تركيزي عليها. انا عارفة اني هقدر اجيبها، عارفة اني هوصل لها، قادرة اتحكم فيها. هعمل بس كمان شوية مجهود لحد ما الكوباية تيجي لحد عندي. يلا، انا قادرة بالتفكير اني اجيبك. يلا يلا. ليه مش عارفة اجيبها؟ انا فاشلة، ضعيفة، مش قادرة اتحكم. انا فشلت اني اجيب الكوباية لحد عندي. اكيد مش هعرف انجح في اي حاجة. لو عايزة الكوباية بجد يبقى لازم تمدي ايدك وتاخديها. اهلا اهلا. welcome back to my channel. مش مهم الحاجات دي خالص، ما بحبهاش ابدا وما بحبش اعرف انا مين. لما تشوفوا هتعرفوا اكيد، يعني مع الوقت هتعرفوني. يلا نبدأ نتكلم عن قانون الجذب ومشاكل قانون الجذب. وفعلا في حاجة اسمها قانون الجذب ولا هما ضحكوا علينا بجملة الحاجات اللي ضحكوا علينا فيها؟ يلا بينا. انا لوقت كبير من حياتي كنت مقتنعة بقانون الجذب ومؤمنة بيه، وقريت كتاب ذا سيكريت وشفت الفيلم والفكرة عجبتني جدا. واو واو، يعني فكرة تحفة. هي تحفة فعلا لأي حد كسلان، اي حد مش قادر ان هو يسعى، مش قادر يقوم يعمل حاجة، فبيقعد بقى انا هجذب الحاجات ليا، هجذب النجاح ليا. لا، هو مفيش حاجة اسمها كده. علميا مفيش حاجة اسمها كده، دينيا مفيش حاجة اسمها كده، خصوصا ان احنا اكبر من كده بكتير. احنا مسلمين، يعني مينفعش مسلمين نبقى بنؤمن بحاجة زي كده خالص. ومع الوقت والايام وتعلمت اكتر وقريت حاجات اكتر في علم النفس وفي الاسلام، حاجات كتير في الاسلام. فمع الوقت لقيت انه ده هراء، اسمه هراء ولا هراء؟ مش عارفة بالظبط، بس هو nothing، هو ولا حاجة. هي حاجات كتير طلعت، قانون الجذب وطاقة الأنوثة وطلع ونزل واعمل. لا. it's not like that. لا، هي مش كده خالص خالص. لقيت ان هو قانون، هو غير انساني، حقيقي غير انساني. هنسيب الدين دلوقتي، هنتكلم عن الانسان، علشان انا معظم المحتوى بتاعي للانسان والتطور وازاي يكون احسن ونعمل ايه علشان نكون احسن. طيب ليه هو قانون غير انساني؟ علشان دلوقتي انا عايزة اجذب حاجة ليا، عايزة اجذبها قوي وعايزاها جدا، هموت عليها، عايزة اخدها، عايزة اوصل لها. ينفع ان انا افضل قاعدة عمالة اقول انا عايزة مثلا افكر عايزة فلوس؟ اوكي، كلنا عايزين فلوس، انا عايزة فلوس. فانا قاعدة وبفكر في الفلوس، وتخيلت نفسي وانا معايا فلوس كتير، وقعدت اقول بقى انا غني انا غني انا غني، زي احمد حلمي في فيلم مطب صناعي. انا غني انا غني انا غني. طيب اوكي، عملت كل ده وسعيت. ايه رأيكم بقى؟ يعني مش فكرت فيه وفضلت قاعدة، لا، انا كمان بقى سعيت وحاولت ان انا اشتغل واشتغلت، وكل ما فلوس تجيلي تروح في حاجة، كل ما فلوس تجيلي تروح لحاجة، مش عارفة احوش حاجة خالص. طيب تفتكروا ايه الانساني اكتر؟ ان انا اقول انا مفكرتش كويس، او انا ما جذبتش الفلوس ليا بطريقة كويسة، واحمل نفسي ان انا الفلوس اللي كسبتها كلها ضاعت في حاجات تانية؟ ولا الانساني اكتر والديني اكتر ان انا اقول هو ربنا مش رايد لي الفلوس دي انها تجيلي بالطريقه دي، هو ممكن يكون ربنا رايد لي فلوس كتير تجيلي لكن ممكن هتيجي بعدين، ممكن محتاج ان انا اسعى اكتر او امشي في طريق تاني، ممكن ربنا مش كاتب لي خالص ان انا اكون غنيه في الدنيا وكاتب لي حاجه حلوه في الاخره. ايه الانساني اكتر؟
وايه المريح اكتر، ان انا اكلف نفسي فوق طاقتها وان انا افضل اقول انه انا ما عملتش كويس، انا ما اشتغلتش كويس، انا ما جذبتش الفلوس ليا كويس، ولا ان انا اكون مؤمنة بقضاء ربنا وبقدره معايا وبلطفه بيا، واكون مسلمه له امري ومقتنعة بتدبيره ان هو احسن التدابير. تفتكروا ايه بجد احسن على نفسيتنا، ان احنا نفكر بالطريقة دي ولا بالطريقة دي؟ قانون الجذب وعلوم الطاقة تقريبا كلها في ناس بتشرحها بطريقتين. ناس بتشرحها بطريقة بعيدة تماما عن الدين وعن الحاجات المتعارف عليها انسانيا حتى مش بس دينيا، وناس تانية بتربطه بالدين. طب يا ترى ربطه بالدين ده خلاه صح؟ في ناس بتقول اتس اوكي خلاص، ما هو اتربط بالدين، وان هو بيتكلم عن ان احنا بنؤمن بان ربنا كده كده هيدينا اللي احنا نستاهله وي 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 وي. طب ما احنا ممكن نؤمن بالحاجات دي من غير فكرة قانون الجذب خالص. يعني ربنا قال تفائلوا بالخير تجدوه، اتس اناف، خلاص نقطة. فاحنا هنتفائل بالخير وهنتفائل ان احنا هنكون كويسين وهنوصل لحاجة حلوة علشان احنا واثقين في ربنا. فخلاص يعني مش محتاجين خالص ان احنا بقى نفكر دلوقتي في قانون الجذب بيقول ايه وما بيقولش ايه، صح؟ ربنا ربط لنا الوصول والرزق بالسعي حتى واحنا في اضعف المواقف. ربنا قال لستنا مريم، هقراها علشان ما تلخبطش في حاجة: وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فهو يعني واحدة في المخاط فهي في ألم رهيب، الطاقة عندها ماينس بالماينس، مش صفر حتى. ربنا طلب منها انها تهز جذع النخلة. هي اصلا لو بصحتها ومش في المخاط هتهز جذع النخلة، مش هيتساقط عليها حاجة يا جماعة، دي نخلة يعني مفيش حاجة هتنزل لها. لكن ربنا ربط ده بده وذكر لنا ده في القرآن كمان علشان يعلمنا ان الرزق والوصول والحاجات دي كلها مش بقانون الجذب ومش بان احنا نقعد نجذب الحاجات لينا، لكن هي بالسعي، نسعى باللي احنا نقدر عليه. بنتي جت فانا نسيت انا كنت بقول ايه، بس هعمل نفسي لسه بادئه تاني من جديد في الحته دي. ربنا ربط لنا ده علشان احنا نشوف ونفهم ان هو مش بشطارتنا ومش بقانون الجذب ولا اي قوانين تانية هنؤمن بيها، هي بس بان احنا نسعى، ده شرط لازم نسعى، وهو توفيق ربنا من عنده. في قصة ستنا هاجر كانت مع رضاعها في الصحراء، مكان مفهوش بني ادمين، مفهوش مية، مفهوش زرع، مفهوش اكل، مفهوش حاجة خالص خالص. وفضلت تسعى من الصفا والمروة عايزة تأكل رضاعها لانه عطشان جدا جدا جدا. احنا لحد دلوقتي في الحج بنسعى بسعيها بين جبلين الصفا والمروة. هنستحمل مع بعض اي صوت علشان بنتي صحت وانا بسجل، اوكي؟ هنسعى مع بعض في الفيديو ده وهنسكيب كل الحاجات دي. لحد دلوقتي بنسعى بين جبلين الصفا والمروة تكريما للحدث ده، وكمان عشان ربنا يعلمنا ان احنا لازم ناخد خطوات ونسعى، لازم ربنا بيعلمنا ان احنا لازم ناخد خطوات ونسعى علشان نقدر نوصل للي احنا عايزينه، حتى لو اللي احنا عايزينه ده بعيد قوي 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 عن الوضع الحالي اللي احنا فيه. فهو بكرم ربنا وتدبيره وعطائه هنقدر نوصل له ان شاء الله. فبليز بليز 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 بلاش قانون الجذب وبلاش علوم الطاقة، علشان انا شفت بعيني قد ايه ده اخرته كانت وحشة مع ناس كتير كانوا فاكرين ان هم هيدمجوا بين الاتنين، بين الدين وبين علوم الطاقة، بين الدين وبين قانون الجذب. لكن الحقيقة ان مش ده اللي بيحصل. مع الوقت بيبدأوا ان هم يتشدوا للطريق ده، وبيبدأوا كمان يؤمنوا بان هم فعلا قادرين ان هم يتحكموا في كل حاجة. لكن احنا لا حول لينا ولا قوة الا بالله. هو ربنا اللي كاتبه هيكون، هو ربنا اللي بايده ان هو يوصلنا لطريق كويس او لا. طبعا مع سعينا ومع العلم وتشدد العلم انه ربنا مش بيضيع اجر حد. حتى لو اللي انت كان نفسك توصلي له ما وصلتلهوش بسعيك، لكن تأكدي ان سعيك ده هيوصلك لطريق تاني وهيفتح لك طريق تاني، وكده كده تعبك مش هيضيع عند ربنا.
وبس. ده فيديو النهارده. ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وتتناقشوا معايا انتوا فعلا مؤمنين بقانون الجذب ده ولا يا رب لا واقتنعتوا بحاجة في الفيديو ولا لا. اتكلموا معايا ونرد على بعض ونتناقش مع بعض. انا so open للحاجات دي. وبس. شكرا